أعزائي مشاهدين ملعب الخولي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم من جديد في ملعبنا. هنتكلم كلمتين عن عقوبات المصري والنادي الأهلي في كاس مصر. تعالى يا حبيبي واسمع واتفرج اللوائح اللي بتتفصل أو اللوائح اللي بتتكتب أو اللوائح اللي بتنزل على الدماغ وبالمزاج بدون أي لوائح. اولا عقوبات مباراة الاهلي والمصري في ربع نهائي كاس مصر. حرمان جماهير الاهلي والمصري مباراتين، وده علشان خاطر السباب الجماعي اللي حصل من الجمهورين لبعضهم، وده امر طبيعي ومعروف. ايقاف علي ماهر 4 مباريات وغرامة مالية تقدر قيمتها 20,000 جنيه. وطبعا على اعتراض علي ماهر على حكم المباراة علشان خاطر ضربة الجزاء والهدف اللي اتلغى وخلافه يعني. وكمان ايقاف مساعد مدرب النادي الاهلي مباراتين وغرامه ماليه برضو 20,000 جنيه، وبرضو علشان خاطر الغلط اللي حصل والمشادات اللي حصلت بعد انتهاء المباراه. منع ابراهيم متولي عامل غرف الملابس من مرافقه الفريق في المباريات لمده عامين اعتبارا من تاريخ المباراه. أغلظ عقوبة شافتها عيني وسمعها وداني لأي واحد داخل الملاعب المصرية، سواء كان إداري، سواء كان عامل، سواء كان غرف أو لاعب، أو أيا كان في ما يسمى في كرة القدم. كل اللي عمله ابراهيم متولي ان هو مسك تيشيرت النادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي يعني هم تبادلوا التيشيرتات والكلام ده كله، فحصل سباب من جماهير النادي الاهلي للنادي المصري، فعامل الغرف الملابس كان ماسك تيشيرت النادي الاهلي رماه في الارض وداس على التيشيرت. يتعاقب وياخد عقوبته زي ما اللائحه ما بتقول، ولكن مفيش في اللوائح الموجوده حاليا ما يسمى باربع مباريات، بسنتين. والله العظيم اقسم بالله من فجر القانون الواحد مش قادر يعني يفسر العقوبه دي ازاي. يعني انا امنع عامل ملابس عشان داس على التيشيرت ايا كان بقى، اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، سيراميكا، اي فريق، عشان بس داس على التيشيرت اديله سنتين. فيما عدا او مثلا لو هنقارنه بعقوبة حسين الشحات اللي سب الدين، فحسين الشحات عشان خاطر سب الدين وضرب محمد الشيبي بالقلم خد مباراتين بس، ولكن عامل غرف الملابس عشان داس على تيشيرت النادي الاهلي خد سنتين من عدم مرافقة الفريق. يعني واحد اساسا هو اكله عيشه ان هو ياخد اللبس او يبقى معاهم في التمرين عشان الكور وخلافه في معدات التدريب، لا احنا نمنعه خالص. فيقوم المصري اساسا اللي هو جايبه عشان خاطر الحته دي يطلعه بره النادي او يمشيه، فقطع عيشه. يعني خلاص كده انت مالكش عيش معانا يا عم الحاج. فعقوبه مغلظه. لو انا من كامل ابو علي رئيس نادي المصري لازم احتج على هذه العقوبه، لان العقوبه مغلظه جدا جدا جدا. ممكن اقول لك يا عم 6 مباريات، ممكن اقول لك 6 شهور، انما سنتين تقطع عيش الراجل سنتين ليه يعني؟ ليه؟ لا راجعوا نفسكم والله العظيم. ابعدوا التيشيرت وانتوا بتطلعوا العقوبه، ابعدوا لون التيشيرتات وانتوا بتطلعوا العقوبه، سواء تيشيرت الزمالك او سواء تيشيرت الاهلي، هي مش فارقه، بس ولكن لازم تنحوا انتماءكم جانبا و تحكموا بالعدل. اصل اللي بيحصل ده حرام، اقسم بالله اللي بيحصل ده فجر. فاستقيموا يرحمكم الله، ولازما تراجعوا نفسكم في عقوبة إبراهيم متولي عامل غرف الملابس. سلام.